بسم الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنشكر الناس داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنشكر جميع الاخوات والاخوان بزاف بزاف وعلى التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني وتخليني دائما نصور معكم فيديوهات ونعطي معكم الجديد. اليوم غادي نصايب كيكه او كيك بالتفاح. عندي هنا عصير الليمون، عندي الزيت، السكر، الملح والدقيق الكامل او الدقيق القمح. صراحة هاد الكيك تيجي غزال، تيجي رائع بالنكهة ديال التفاح. كما كتشوفوا هنا عندي جوج ديال التفاحات من اي نوع متوفر لك، الاحمر او الاخضر او الاصفر، المهم اي نوع ديال التفاح اللي متوفر لك. غادي نقي واحد التفاحة وغادي نحكها في ديك الحكاكة الرقيقة كاع، ويمكن لك تطحنيها. انا فضلت غير نحكها غير في هاد الحكاكة كما كتشوفوا هاد الصورة. بعد ما نقيتها غادي نحكها. صراحة هاد الكيك تيجي رائع بهاد النكهة بالتفاح. غادي نزيد على كاس ديال العصير ديال الليمون ديال العنبة. بعد ما عصرت الليمون عندي كاس ديال العصير الليمون، عندي هنا كاس ديال السكر سنيدة والسكر حبيبات. كنخلط داك السكر مع داك الليمون ومع ديك التفاحة اللي حكيت. غنزيد عليهم واحد القريصة ديال الملحة او الملح. عندي هنا 3 ديال الحبات ديال البيض او 3 البيضات من الحجم متوسط، يعني متوسطين. كنزيدهم على داك الليمون والسكر وديك القريصه ديال الملحه، وغادي نخلطهم مزيان بالضرب اليدوي او اللي عنده الباتوغ ضرب كهربائي. انا غنضربهم مزيان مع داك الضرب اليدوي تتنسجموا ديك العناصر مزيان. هنا بعد ما ضربتهم مزيان كما كتشوفوا على الصوره، غنزيد عليهم واحد الكاس ديال الزيت النباتي وغادي نضربو حتى هو مزيان باش ينسجموا دوك العناصر. هنا عندي الدقيق الكامل او الدقيق القمح الصلب، يعني الدقيق الكامل. هنا درت جوج الكيسان. هنا عندي جوج خمارات من الوزن 8 غرام، خمارات ديال الحلويات. ودرت جوج كيسان كما كتشوفوا على الصورة، يعني الدقيق غندير بالتدريج. غادي نزيد بالتدريج شويه بشويه تنحصل على الخليط اللي انا المرغوب فيه. صراحه الكيك كيجي غزال وزوين ورائع وصحي في نفس الوقت. صراحه جربوه ما غاديش تندموا عليه. كنبقى نزيد بشويه بشويه كما كتشوفوا على الصوره بالتدريج الطحين او الدقيق الكامل. كنحصل على هذا الخليط كما كتشوفوا على الصوره. خدا ليا جوج الكيسان لاروب، يعني 3 لاروب ديال الكيسان ديال الدقيق. هنا عندي ديك التفاحه اللي بقات ليا، تفاحه حكيتها وتفاحه غادي نقطعها
شرائح. غادي نخليها هذه بالقشره ديالها، اللي ما تتعجبوش القشره يمكن يقدر ينقيها. كنقطعها شرائح ديك التفاحه كما كتشوفوا على الصوره. غنزيد عليها واحد 2 معالق ديال العصير الليمون او البرتقال، وغادي نخلطهم باش ما يكحلش داك التفاح. انا ما زدت عليه لا سكر لا والو، انا درت السكر يعني، وتبارك الله التفاح حتى هو حلو. هي الليمون هنا دهنت ديك الطاوه او داك الليمون بالزبده ورشيت عليه الطحين، وغادي نخوي عليه داك الخليط ديال الكيك. انا بعد ما خويت داك الخليط ديال الكيك كما كتشوفوا على الصوره، غادي نبدا نستف بداك التفاح اللي مقطع شرائح رقيقه. وكنشكر الناس بزاف، الناس القدام 100 ألف مرحبا بهم، والناس الجداد 100 ألف مرحبا بهم حتى هما، واللي غيلتحقوا بنا 100 ألف مرحبا بهم. بعد ما دخلت الكيك الفران كما كتشوفوا طاب من الفوق وتحمر تبارك الله، دهنتو غير بشويه ديال النباج من الفوق، وزينتو بدوك الحبيبات ديال الشوكولا. كما كتعرفوا الاطفال تيعجبهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا، صراحه تيجي رائع هاد الكيك. واللي ما اشترك يشترك معنا في القناه ويحرك الجرس وجمجموا ولا تخمموا. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. شوفوا تبارك الله من بعد ما طاب داك الكيك جا غزال كما كتشوفوا. بعد ما قطعتها معكم جا رائع، ديك النكهه التفاح صراحه جات رائعه كما كتشوفوا تبارك الله جا رائع. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.